السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده هعمل معاكم الرز الكشري الاسكندراني والبيض المدحرج، وتعالى اقول لكم بقى هنعملوهم ازاي. هنا حبايبي ما هوت معانا الرز. انا معايا 4 كوبايات رز، وعلى حسب الكميه اللي انت عايزاها ال4 كوبايات رز عليهم كوبايتين عدس. يبقى كده المعيار بتاعنا 4 كوبايات رز عليهم كوبايتين عدس. ماشي، انا هحطهم كده على بعض اهو. بصوا هوريكم برضو يمكن كده، بصوا عشان تشوفوا بس الرز بيبقى قد ايه والعدس قد ايه. بصوا انا هغسله بقى، وبعد ما اغسله هقول لكم بقى نعمله ايه يا حبايبي. بصوا انا غسلت الرز اهوت زي ما قلت لكم. كوبايتين الرز عليهم كوبايه عدس. انا عامله 4 عليهم كوبايتين. ماشي، وهنا معايا البصلايه هوريكم بقى هنعمله ازاي. معايا الحله يا حبايبي. بصوا انا حاطه زيت قد ايه، يعني هخلي شويه زيت حلوين كده عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. ومعانا هنا البصلايه، ودي طريقه جميله وبتخلي الرز طعمه حلو وتلاقيه حرش في بقك، ما يبقاش ملوش طعم كده. البصله بتديله طعم جميل. بصوا حبايبي اهوت، انا يا دوبك بس عايزه يعني تصفر بسيط عشان يبقى طعمها حلو كده في العدس بتاعنا. حبايبي البصله هي اصفرت معايا، انا هحط الرز بقى معايا اهو. زي ما قلت لكم العدس يبقى نص كميه الرز. بس حبايبي انا بصوا شربت الرز من الزيت بتاعه. انا بحب اعمله بزيت، ما بحبش اعمله بسمنه عشان الزيت بيخليه مفرفر كده وجميل. بس انا شربته خالص اهوت. هحط له بقى ايه الميه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي اهوت الميه بتاعتنا متبقاش كتير قوي عشان العدس بيعجن الرز. ماشي، واحط هنا كميه الملح بتاعتي، يعني قولي معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره فلفل اسمر، نص معلقه كمون، ونص معلقه كاري. يبقى انا هقلب كده وهسيبه بقى لما يتشرب. وتعالي بقى هعمل معاكم ايه اصلا. وانا حبيبه انا معايا بطاطس اهوت احمرها، بتنجان، وانا هعمل له دقه اهوت. بس انا عملت له الدقه ديت تومه وفلفل وليمون وخل وملح. يبقى توم وملح وفلفل حراق وخل وبس كده اهوت. وهنتعالوا بقى نحمرهم مع بعض واوريكم يعملوهم ازاي. معايا زيت اهوت وفلفل وبطاطس اهوت هنحطهم. ودي اكله جميله واقتصاديه وطعمها جميل والله يا جماعه، وحرشه كده. انا من الاكلات اللي انا بحبها عامه الكشري ده. بس هو معايا اهو بيغلي، انا معليه عليه النار، واول ما يبتدي يغلي كده ويشرب ميته انا هوطي عليه. يا حبايبي اهوت انا هطلع البطاطس كده. انا خلصت البطاطس بقى، وهعمل معاكم ايه البتنجان هقليه اهو. اللون معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تعملي بتنجان طويل اللي هو العروس دوت، انا هو ده متوفر عندي. بس انا كده كده يعني ايه هقطعه واحط عليه طماطم الدقه بتاعته اللي انا عملتها دلوقتي. انا عايزه اعمل بتنجان كوبي كده كده، يعني انا حابه البتنجان الكوبي غير البتنجان الطويل اللي هو العروس. انت عايزه تعملي العروس براحتك برده، واعملي بنفس الخلطه والدقه بتاعتنا، نفس الخلطه اللي انا عاملاها والدقه. وانا هوريك برده هنعمله ده ازاي. بس حبايبي الرز اهوت انا خلاص طفيت عليه. بصوا
عارفه الجميل ازاي. انا بقى هغرف الحاجه كلها واوريها لكم لما اغرف الاكل كله. حبايبي البتنجان معايا اهو، انا هطلعه. انا طبعا سلقه بيض ماشي، وهقليه معاكم، اللي هو بيقولوا عليه هو بيض مقلي مسلوق ومتحمر ماشي. بيقولوا عليه بيض مدحرج يعني، احنا عندنا بنقول عليه بيض مدحرج، مش عارفه بقى ايه انتوا بتقولوا ايه. بصوا اهو البيض اهو هحمره كده اهو. بس حبايبي اهو البتنجان، انا معايا طماطميه حلوه كده مسكتها خرطتها، وانا قلت لكم هو ده توم وفلفل وليمون وخل وملح. انا هاخد حبه كده منه اهوت على الطماطم كده. بحب اوي الخلطه ديت. هاخد كمان حبه اهو. وهعمل ايه بقى، هاجي هنا كده افضي كده اهو. بقى طعمها جميل. بتنجان العروس بتاعنا اللي هو البتنجان الطويل اللي زي دوت، ممكن تعملي الخلطه دي كلها وتحشيها بيه من جوه، خليه طعمه تحفه وجميل برضه. بس انا حابه يعني اعمل ايه البتنجان الكوب دوت اهو. اطلع البيض بقى واوريلكم. وانا حبايبي خلاص الوجبه بتاعتنا اهي خلصت، انا خلصتها اهوت وقلت اغرفها واوريكم الاكل كله هو جاهز. والرز معانا استوى بقى جميل. وده البيض بقى بتاعنا المدحرج، انا بيض سلقاه وحمرته في الزيت، ده اسمه البيض المدحرج. البتنجان معانا اهوت زي ما قلت لكم برده، حطوا طماطميه عليه، مش عايزه الطماطم بلاش، وبطاطس وخيار طبعا. والوجبه بتاعتنا كلها كامله. ويا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.